وأصلي وأسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. عباد الله اتقوا الله. أمرنا المولى تبارك وتعالى بتقواه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحباب محمد، هذا عيدنا. الله أكبر كلما أورق عود وأثمر. الله أكبر كلما هلل مكبر وكبر. الله أكبر على من ظلم وتجبر وتكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اليوم هو الفرحة الأولى للصائم. فرحتان في الصحيح من أقوال العلماء قالوا: عند تمام صومه بإكمال هذه الفريضة. هذه الفرحة الأولى نعيشها، ولكل قوم عيد. الحمد لله أعيادنا طاعة دائما هكذا. بعد كل فريضة عيد. الحج بعده عيد، فريضة الحج عيد، وكذلك الصيام بعده عيد، فلكل قوم عيد. كان صلى الله عليه وسلم في العيد يخطب ويذكر أصحابه عظمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله منهج حياة. لا إله إلا الله هي التي جمعتنا اليوم. لا أنساب بيننا، لا أحزاب، لا ألوان. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. إن يختلف ماء غدير فماؤنا عذب تحضر من غدير واحد، وإن يختلف نسب يؤلف بيننا فدين أقمناه مقام الوالد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ديننا نعيش اليوم عظمة لا إله إلا الله. لماذا؟ فلا إله إلا الله هي التي جعلت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أحد العشرة المبشرين بالجنة القوي يقول في بلاد، يقول: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا. يا الله، أبو بكر سيدنا أعتق من؟ أعتق بلال، أعتق سيدنا. لا إله إلا الله أيضا جعل النبي يقول في سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت. يا الله على هذه العظمة.
فلا إله إلا الله منهج حياة وحدت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اليوم كما أخبر صلى الله عليه وسلم يوم الجائزة. هنيئا يا ليتنا نعرف من فاز في رمضان فنهنئه، ويا ليتنا نعرف من خاب فنعزيه. فالسوق قد انتهى والفريضة قد انتهت. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لمن صام وقام. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا في هذا التمام بالكمال إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم لا تنسوا لكم صلة الأرحام. صلة الأرحام مهمة عباد الله. بعد توحيد الله مباشرة صلوا أرحامكم، زوروا وعودوا جيرانكم وأحبابكم، فهذا يوم عيد. التوسع على الأولاد سنة، والشفقة والرحمة بالصغير سنة، واحترام الكبير سنة. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يوم العيد مشى في شوارع المدينة فوجد غلاما منزويا منكسرا حزينا، فأخذ يداعبه يقول يا غلام اقبل إلي، فأمسكه قال له ما يحزنك؟ هذا عيد، لماذا لم تمرح وتلعب وتلهو مع الأولاد؟ قال يا رسول الله قد فقدت أبواي، أنا يتيم ما عندي أب ولا أم. فماذا قال النبي؟ أخذه وضمه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا قال له؟ أما ترضى أن أكون لك أنا أبا وتكن لك فاطمة أختا؟ انظروا إلى عظمة هذا الدين، رحمة وشفقة واحترام وآداب ودين. يا له من دين لو كان له رجال. أصحاب رسول الله طبقوا هذا الدين بحذافيره فقالوا 1000 سنة 1000 سنة هيمن الإسلام. من 1400 سنة، قبل 400 سنة ولدت أمريكا، ولدت فرنسا. أما هذا الدين دين خالد، وهذه الأمة أمة خالدة. إخوة الإسلام يا له من دين لو كان له رجال، كما قال القائل بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد أشرق فجر العيد. الله أكبر لمن طاعته تزيد. الله أكبر لمن عمل ليوم المزيد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك
بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحمدك ربي حمد الشاكرين التائبين العارفين بك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحباب محمد، هذا عيدنا ولا تنسوا التوسيع على الأولاد، وكذلك هناك أمر مهم، ما هو؟ الثبات على المبدأ. صلينا، صمنا، قمنا. المساجد ممكن غدا تشتكي حالها إلى الله، تكون فارغة، ولكن أحذركم ونفسي ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تكونوا كالتي أخذت غسلها من بعد قوة أنكاثا. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. دوام العمل لا يبطله، فانتبهوا. أقول لكم قصة وبها نختم. الثبات على المبدأ والثبات على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حبيب ابن عدي إلى مسيلمة الكذاب ليذكره قبل فوات الأوان. مسيلمة ادعى النبوة. المعاصي كلها بين شيئين، شهوة وشبهة. كان عنده هذا الرجل ضمور في العقل، شبهة، حب أن يشار إليه فادعى النبوة، فأرسل إليه النبي حبيب. وكان رجل لا يخشى في الله لومة لائم. كان الرجل على عهد أصحاب النبي وعلى عهد النبي يساوي أمة من أصحابه. النبي كان يرسل الرجل الواحد الآن يساوي أمة. فأرسل حبيب فدخل على مسيلمة، قال يا مسيلمة. حبسه مسيلمة وأتى له أمام الناس، أتى به أمام الناس. قال يا حبيبي، ماذا تقول فيه وماذا تقول في محمد؟ اسمعوا رعاكم الله، انظروا على الثبات. قال أما محمد فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما أنا؟ كان ممكن يأخذ بالرخصة، كان يعمل تقية. قال أما أنت فأنت مسيلمة الكذاب. قال أكذاب أنا؟ قال نعم كذاب. قال راجع نفسك. قال أنت مسيلمة الكذاب. فكتبها التاريخ. جاء حبسه وجيء به في اليوم الثاني. ماذا تقول فيه وماذا تقول في محمد؟ اسمعوا للثبات على المبدأ. ثبات ليس ثبات على الموجة، على الروح. ماذا تقول فيه؟ قال أما أنت فمسيلمة الكذاب. قال محمد، هو كان يتمنى يقول له أنت رسول ومحمد رسول خلاص إلا من أكره، ولكن هذا ثبت. قال أما أنت فأنت مسيلمة الكذاب. أما محمد فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ائتوني بسكين حد شفرة. قطعت يديه بمفصل مع سكين، ووضعت في الزيت حتى توقف الدم مباشرة. قال ماذا تقول؟ قال والله لو قطعتني إربا افعل ما بدا لك. أنت مسيلمة الكذاب ومحمد هو رسول الله. قطعت يده الثانية، سبحان الله، قطعت رجله. اسمع، آخر شيء وصل إلى لسانه. فماذا قال بربك؟ ماذا يقول؟ قال رباه بلغ نبيك أني ثابت. رباه بلغ نبيك أني ثابت. الكلمة هذه تصعد إلى عنان السماء فينزل بها جبريل إلى حضرة رسول الله. والنبي كان في حضرة أصحابه فطأطأ رأسه وبكى. فالصحابة يقول له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال
أخوكم حبيب الآن استشهد، بلغني بذلك جبريل. انظروا لهذا عظمة هذا الدين. وقطعت اللسان ثم قطعت الرقبة، فهنا ثبات. نحن الآن نريد الثبات على الطاعة، الثبات على المبدأ، نعبد الله بالصحيح. كنا نتصدق، كنا نصلي، كان بيننا الأخوة والرحمة، تكن بيننا. كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نتوجه إليك يا الله في هذه الساعة، ساعة العيد يا الله. اليوم نتمنى أننا تعطينا جائزة المغفرة والغفران، فيا أكبر من كل كبير، يا أعظم من كل عظيم، يا أقدر. خلاصه قبل دامیا که چخلی که در رمضان عبادت میکنیم الله خیلی بعد رمضان عبادت دوام بتیم. بنده رمضان نباشیم، بنده پروردگار همیشه بنده باشیم، یعنی همیشه در عبادت باشیم، فقط رمضان نه، همیشه در عبادت باشیم. خلاصه قبل شمیه. في هذه الساعة كثير من المسلمين بين الأسر محبوسين، فك أسرهم. آمين. يتمنون أن يرجعون إلى زوجاتهم، إلى أولادهم، إلى أطفالهم، ولكن الكفر والطغيان حبسوهم. اللهم فك الأسر على المنصورين. آمين. يا الله في هذه الساعة فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. آمين. في هذه الساعة اشف كل مريض مسلم. آمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، رجع كل ضال إلى باب هدايتك يا الله. آمين. يا أكبر من كل كبير ويا أعظم من كل عظيم. آمين. حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود. آمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود. آمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، عليك باليهود ومن شايعهم، عليك باليهود ومن هادنهم. مكن لكتابك ولسنة نبيك ولعبادك الصالحين. قر أعين بصلاة في المسجد الأقصى يا الله، عاجلا غير آجلا. هيمن بكتابك، حكم كتابك فينا. اللهم حكم كتابك فينا، استخدمنا ولا تستخدمنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وارزقنا بر آبائنا وبر أمهاتنا، ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.